بكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. النهارده يا حبايبي كده هنعمل طاجن لحمه وهنعمل صينيه رز. جبت اللحمه بتاعتي يا حبايبي زي ما انتم شايفين كده. انا بجيبها فيها حتتين كده، يعني حتتين كده ملبسين والحتتين احمر. ما بجيبش اللحمه كلها حمرا، ما بحبهاش يعني كلها تبقى حمرا كده، لازم تبقى فيها حتتين ملبسين كده عشان تطعم الاكل. معايا بقى بصلتين كبار كده مخرطاهم حلقات كده زي ما انتم شايفين، ومعايا فلفل حامي وفلفل رومي مخرطه برضو حتت كده، ومعايا قطهيه هنخرطها كده ونغسلها ونضربها في الخلاط. ومعايا بقى الطاجن كده هنعمل فيه اللحمه ديت، هنحطها كده في الطاجن في الفرن، وهنعمل صينيه رز. جبت الرز بتاعنا بقى كده يا حبايبي وغسله كده ومجهزاه عشان هنحط الصينيه ونحط الطاجن مع بعض كده في الفرن. ودي القشطه بتاعتنا، هنعمل الرز بالقشطه اللي هي القشطه بتاعت وش اللبن ديت. او تجيبي اللبن تغليه وتسيبيه لما يغلي تاني يوم كده في التلاجة، وبعدين تشيلي الوش بتاعه. لا اما تشتري قشطه يعني من الفلاحه كده عادي. اللبن بتاعنا اهوت والرز كده غسلينه ومجهزينه والقشطه بتاعتنا عشان هنجهزهم بقى الاتنين كده ونقوم حاطينهم في الفرن بتاع البوتاجاز مع بعض. احنا بقى طبعا كده مولعين الفرن وسايبينه يسخن كده على ما نجهز حاجتنا. عندي اللحمه بتاعتي اهيت، هحطها كده في الطاجن اي حبايبي زي ما انتم شايفين كده. وجايبه بقى البصل بتاعي كده ومخرطاه حلقات كبيره كده علشان ياخد السوا بتاع اللحمه. وتجيبي بقى قرنين فلفل بقى براحتك، عايزه الاكل يبقى حامي حط قرنين فلفل حامي، عايزه الاكل يبقى يعني كده ومش حامي قوي. انا خرطت قرن فلفل حامي وقرن فلفل رومي، مش عايزاه يبقى الاكل حامي قوي يعني. وحطيت البصل كده والفلفل على اللحمه كده زي ما انتم شايفين. وجبت بقى القطه بتاعتي كنت ضربها كده في الخلاط برضو مجهزاها جنبي كده، ضربتها وجهزتها. هنحطها كده على الطاجن، ونحط بقى التوابل اللي انت عايزاها بقى تحطيها، اللي انت بتحبيها حطيها. والملح ما تحطيش ملح دلوقتي، اما اللحمه تستوي تحط لها ملح، يعني اللحمه تبقى خدت خلاص كده نص سوا داخله على السوا خلاص تحطي الملح. انما لو حطيتي ملح دلوقتي وانت لسه بتحطي اللحمه فاللحمه هتشد معاكي ومش هتستوي، وتيجي تزوديها ميه تحطي لها ميه سخنه، ما تحطيش ميه ساقعه. حطيت بقى كده يا حبايبي شويه فلفل بتاع ده، شويه كزبره، واحط شويه فلفل اسود وشويه كمون، واحط شويه بهارات. التوابل اللي عندك عايزه تحطيها حطيها براحتك، يعني حسب ما بتحبي التوابل اللي عندك، يعني حطي بقى اللي انت عايزاه. كده الطاجن بتاعنا جاهز اهوت بقى كده. نركن الطاجن كده على جنب ولا نحطه في الفرن؟ كده كده الفرن سخن، نحطه في الفرن على ما نخلص على ما نجهز صينيه الرز. حطيت بقى التوابل بتاعتي كده، حطيت فلفل اسود وحطيت كزبره وحطيت كمون وحطيت بهارات. نقلب بقى الخلطه دي كلها كده على بعضها ونشيل الطاجن بتاعنا نحطه في الفرن على ما نجهز صينيه الرز. معايا رز بقى كنت غسله كده ومجهزه برضو، مجهزه حاجتي كلها جنب مني كده عشان هنحط الطاجن ونحط صينيه الرز الاتنين مع بعض في البوتاجاز في الفرن يعني. الطاجن خلص اهو بقى نحطه في الفرن ونعمل بقى نجهز صينيه الرز. عندي بقى حتتين سمين كده كان الجزار كده حاططهم لي على اللحمه، حطيتهم برضو في الطاجن كده يطعموا برضو الطاجن بتاعي. وأما اللحمه تقرب تستوي نبقى نحط لها الملح. الرز بتاعي بقى غسله كده ومجهزاه اهو يا حبيبي زي ما انتم شايفين كده. نجيب اللبن بقى نحطه نحط الملح الاول، وبعدين نحط عليه اللبن ونقلبه كويس عشان الملح يدوب في الرز. عندك زبدة بقى تحطي، عندك قشطة تحطي براحتك حسب ما انت عايزة اعملي.
بس اهم حاجة تقلبي علشان الملح ما يجيش في جنب واحد، انت تقلبي الصينية كلها زي بعضها كده عشان تبقى كلها زي بعضها، الملح ما يتكبش كده في جنب واحد وتبقى الجنب ده حادق والجنب التاني عادي، فانت تقلبي عشان الملح كله يدوب في الصينية كلها. قلبت بقى كده رز كويس، وبعدين احط له بقى القشطه بتاعتي ديت. القشطه دي كانت عندي في الفريزر عشان كده متلجه، كده كده اما نحطها في الفرن هتفك معايا. هقلب بقى القشطه كده في الصينيه، واحط الصينيه في الفرن، واجهز بقى اجهز البطاطس اللي انا هحطها على الطاجن بتاع اللحم. انا هعمل بطاطس على اللحم، هجيب بقى البطاطس بتاعتي كده واقشرها كده واجهزها جنبي على ما الطاجن يستوي. كان الطاجن كده خلاص خد نص سوا، اللحمه كده بقت نص سوا، هي قربت تستوي. احط لها بقى البطاطس عشان يعني هي يا دوبك هتاخد السوا بتاع البطاطس بس. حطيت بقى البطاطس كده واحط لها الملح بتاعها، ونحطها بقى نسيبها تكمل سوا كده، هي هتاخد السوا بتاع البطاطس. كنت مقشره البطاطس بقى ومخرطاها كده مكعبات، احطها كده على الطاجن واقلب الطاجن كده على بعضه، ونحط الملح ونحطه في الفرن تاني ونسيبه بقى يكمل سوا. وصينية الرز في الفرن اهيت لسه ما استوتش. كده يا حبيبي الاكل بتاعي استوى اهوت، وعملت طبق ملوخيه كده جنب الاكل واللحمه بتاعتنا استوت اهيت، ودي صينيه الرز. ويا رب اكلنا النهارده